السلام عليكم البنات، واش راكم؟ واش حالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. ان شاء الله تعجبكم. اليوم شاركت معكم تكملة على الفيديو اللي فات كيما وعدتكم، وان شاء الله يعجبكم. من ما نبداو لا فيديو تاعنا ما تنساوش تخليو لي جيم وتخليو لي كومنتار وتخليو لي ابوني في القناه اللي ماكمش مابونيين. وثاني البنات اللي راكم تتفرجوا وما ديروا حتى كومنتار وحتى جيم، علاه تقرعجوا برك وما ديروا لا جيم لا كومنتار. اللي راهي تتفرج دير لا فيديو جيم وتزيد تخلي تعليق، على الاقل ديري جيم، هذا ما كان. هنايا البنات مع جويه الوحده هذه قلت لي اختي راني جايه، او احنا ما عندنا يعني حتى حاجه في الدار باش نحطوها على القهوه. هيا عندي زوز عظمات كنت ندير بهم مسكوتشو. انا حطيت زوز عظمات، درت معاهم رشه تاع الملح و كل شي 8، كل شي ندير منه 8. هنا درت 8 تاع السكر ودرتها غير بالفوي لاني كنت مزروبه. هنايا البنات درت 8 معالق تاع السكر وتخلطوا مليح بالفوي. واللي ما عندها الوقت دير بالبعطور، يعني حبيت نقول لكم ماشي ضروري تستعملوا البعطور. هنايا البنات خلطها بالفوي كيما راكم تشوفوا حتى يذوب السكر. نحس باللي السكر شويه ذاب. بعدها واش ندير؟ نحط الزيت ثاني 8 معالق تاع الزيت هكا. هو مليح الزيت تحطوها تدريجيا هكا باش ما تجيش المسكوتشو تاعكم ثقيله. مي انايا كنت مزروبه وخلطتها مليح هكا. تخلطوا بالطريقه هذه مليح مليح حتى الزيت هذيك تولي تتفاعل مع السكر تولي تثقال. وهنا اخر حاجه كنت ضفتها هي 8 معالق تاع الحليب ونخلط كيما راكم تشوفوا. بعدها هنايا نحطو النواشف. انا نحطو ثاني 8 معالق تاع الفارينة وباكي تاع خميرة والكاكاو حطيت 2 مغارف. اسمح، حطيت 6 مغارف تاع الفارينة وزوز تاع الكاكاو. بعدها كي تخلطوه هو كل واحد على حسب الفارينة تاعو. اذا شتوها تسمى ما زدتش شايحة ودرتو رقم 8 هذاكم وما تنحاش، ضيفوا الفارينة. فهمتوا؟ انتوا راكم تعرفوا القوام تاع الموسكوتشو. هذه هي خلطت بالطريقة هذه حتى انا لقيتها مازالت خاصة، زدت لها الفارينة. بعدها جيبوا بلان دهنوه بالزبدة. هنايا كنت بالزروبة عيد حتى نحوس على البانسو. هيا درت بيدي هو اللي براتيك. هنايا نديروا له الزبدة كيما راكم تشوفوا باش ما يلصقش، ونديروا له شوي فارينة. بعد نحيوها. وسمحوا لي على صوتي البنات، راني مريضة وحابة نحط لكم لي فيديو دركا كل هكاك الوحدة ونص تاع نهار راني نحط لكم فيديو كل يومين. ان شاء الله تتفاعلوا معايا. خليوا لي جيم، خليوا لي كومنتار هكا باش نولي نحط لكم لي فيديو. نتوما ماكمش تدعموا فيا راني ما نوليش بقوه. انايا البنات كنت مسخنه من قبل الفرن على 180 درجة. حطيت الموسكوتشو نقصلو شوية، حطيت الموسكوتشو طيب. انا بعد ما وصلت اختي صورت لكم الاجواء. انا كان جبت واحد البسبوسة تهبل تهبل، درك نعتها لكم. بعدها انا رحت كملت الموسكوتشو هذه كانت طيب لكم كي قالت لي اختي درتها في دقيقة. انا بعد ما بردت انا جيت حنحيها. استعملت هذا. ما تخافوهاش اصلا البنات راهي ما تلصقش، غير نحيو الجوانب قلبوها تتقلب بالطريقة هذه. تخافوش يعني تتكسر معاكم ولا تسمى بشوية تتنحى. انايا كي كنت مزروبة حليت عليها هبطت لي شوية في النص. ميمو نورمال الاصل حنقلبها. يا لا بالي قلقكم صوتي. المهم البنات هنايا تقدروا تخليوها هكاك في البلا وتشربوها من بعد تحطوا لها شوكولا. انا حبيت نقسمها في النص لانه كانت عندي شويه كريمه شانتيي. كريم شانتيي هكا ثم نكهتها بالشوكولا. هنايا سقيته بالحليب وفيه شويه كاكاو. انا نحب الموسكوتشو اللي يجي مسقي. سقيتها في النص كيما راكم تشوفوا، يعني اللي عندها مثلا بنتها عيد ميلاد وما عندهاش الوقت دير هذه الكيكه تفرح بها ولادها وتخلق جو مع ولادها. انا سقيتها في النص ودرت لها هذيك الكريمه. ما كانش عندي البنات باش نحشيها في النص، هي كل ما تحشيها تجي بزاف هايله.
وكان عندي الكراميل والبنان راني حشيتها من الداخل، خليتها غير هكا سامبل. بعدها رديت الطبقة الثانية وشربتها مام هي من الفوق. بعدها كان بقالي شوية من هذاك تمنحيت من شوية من الوسكوتش بالنص باش نديرو من الفوق. كما قلت لكم رديت الجزء الثاني، بعدها شربته مام هو. وهذه هي البلاد. بعدها غلفتها كامل بالكريمة. يعني قلت لكم هذا المسكوتشو سلكت الحاصلين كي تكوني حاصلة وعندك واحد حيجيك ولا ديريها ما تطوليش فيها وتي وجدتيها ولا تديها في يدك. لا ماشي غلفتها برك، ماشي لازم نليسيها مليح لانه للدار برك، واصلا حديتها من الفوق شوية تاع كوب الفتات اللي بقالي من المسكوتشو. شو بغيت نليسي فيها غير بالسباتول بالطريقة هذه. بعدها راح جبت كلوب الفتات نحيته بالنص تاع المسكوتشو انه ماشي يكون فيه بزاف، ودرتو هكا على الجوانب من فوق. واذا عندكم مثلا مادلة رحيوها وديروها، فهمتوا؟ هذه هي درتها بالفوق كما راكم تشوفوا باش يعطي المنظر مليح. وحطيتها تبرد، زينتها هكا بالسيريز. زينوا واش عندكم. انا كان عندي سيريز زينت به. هاي كيفاه جات. هنا كنت غسلت باب العنب، تما كنت نوجد للقهوة ما كانوا يحكيو وانا كنت نوجد. هذه كنت غسلت العنب. واش كاين في الدار حطيته. هذه هي التحضيرات. انا استمتع بزاف في هاد التحضيرات البنات. نشتي بزاف الديكوري وشتي نوجد القهوة وجدت شتي نحط في الماء الملاح. هذه هي البنات. ودرت وجدت مثلا الفلفل تاع القهوة. آه هكا. بعد حنعت لكم البسبوسة اللي كانت دارتها لنا ثاني وجدتها في الصحن. انا راني زينتها بالسوريز كما راكم تشوفوا. هذا واش كان عندي في الدار زينتو بالطريقة هذه. وهنا كنت نوجد باش نحط الجي. وهذه هي البسبوسة اللي دارتها اختي تهبل يعطيها الصحة. جيت مشربة مع السلامة واش راح نقول لكم. وهنا درنا قاعدة في الحوش لانه كان سخون الحال وحنا قاعدة بزاف في الحوش تاعنا. ماهوش حوش يعني الفوق هكا جاي محلول شوية قعدوا فيه البرود. وحطينا القهوة تاعنا هنايا مع خواتاتي مع ولادهم. وفوتناها بزاف هايلة. هذا هي الوسكوت اللي كنت درتها البسبوسة هكا واش كنت حطيت. بعدها تقهوينا مع بعضنا فوتنا نهار بزاف هايل. انا كنت حطيت تجي كان يبرد حطيت اخر حاجة وطلعت القهوة. ولا هما يحبوا يشربوا وانا نحب نصور. يقلقوا شوية من بعد يخليوني نورمال. وهذه هي البنات. بعدها تقهوينا. انا ما شربتش القهوه نشتي المنظر هذا تاع القهوه ولا عارفه علاه. بعدها قسمت البسكوتشو. جات بزاف هايله عجبتها خفيفه ومشربه. هنايا راني قسمتها كيما راكم تشوفوا دوك نعدها لكم. هذه كيما جات من داخل لكم كي تكون محشيه مثلا اذا كنتو في فصل الفراز ديروا فيها الفراز تجي بزاف هايله. بعدها ماما حدي لنا تليت لي بيض. هنا كانت تقلي اسمها وجدت المرقة تاعها قلاتها بيض درت فيها. درتها بيضة. يعني حنا تليت لي ساعات نديرو حمر ساعة ابيض. مي الابيض يجي بزاف بنين ومليح بزاف باللفت. نحات درتها بليكويس كيما راكم تشوفوا وشويه طراف هكا تاع الدجاج. مهم. هذه هي المرقة تاعها كيما راكم تشوفوا. انا كنت نحيت لها الدجاج وحمرتها درت لهم شويه زيت وزبده
وشويه ملح ودرتو وتحبوا ديروا شويه توابل وحطيتهم يتحمروا. وماما تقطر المرقه تاعها، قطرت المرقه تاعها راني صورتكم. هي المرقه تاع التليتلي وتاع البربوشه تقطرهم، مي تاع العيش ما تقطرهاش. هذه هي انا كانت هنا التليتلي تاعها باش تحطوا في في المرقه يتجمر. لا كنت حطيت لها الفلفل والحمص كان تما طايب واجد في الكونجيلاتور، حطيته مع الاخر لانه كان طايب. لا غسلت العنب ورحت ديكوريت لها صحن تاع تليتلي كيما راكم تشوفوا بعد ما تحمروا لي الحوايج. هذه شحال نموت على تليتلي كي يكون بكل شيء تاعو محمر يجي بزاف بنين ونحبو بزاف بالحمص. هنايا البنات بعد ما ديكوريتو بالبيض وهذه هي غير انا وخواتاتي يعني وماما، وتعشينا مع بعضنا ثاني في الحوش. انا كانت الظلمة مي صورت لكم كل شيء عفوي على طبيعته. هذه هي البنات، هذه كانت قعدتنا. اتمنى يكون عجبكم لا فيديو. البنات اللي تتفرجوا ما تفعلوش ديروا جاب هكا باش تشجعنا يا بزاف. التفاعل راه ناقص يعني. اذا ما عجبكمش لي فيديو قولوا لي واش هما لي فيديو اللي تحبوا نحطهم معاكم، اقترحوا عليا. نتمنى تدعموني بلي كومونتار بلي جام هكا باش تطلع القناه تاعي. هذا مغدوه من ذاك كانت اختي شويه مريضه، هي درت لها الفطور هذا. هي تحب تفطر هكا بالبيض والاخر درت لها خاطرها. ومع العشيه كانت حبت لي بيني ولات خواتاتي بغاو لي بيني، ايا درتهم لكم درتهم لهم وراني درت لكم الوصفه في القناه دوك نحطها لكم في صندوق الوصف. جو بزاف خفاف يعني، بزاف هايلين. وصفة ناجحة دوك نخليها لكم في صندوق الوصف. هما خواتاتي كي يجيو عندنا يقولوا لي حبسي خدمة علي كوموند وطلعي غير فينا. هذه هي البنات، هنا هم حطيتهم يخمروا وكل شوية بعد ما يخمروا مليح نحطهم يطيبوا هكا. دوك راح تشوفوها كيفاش تنفخ. واللي كي البالون يعني وصفة ناجحة دوك نحطها لكم في صندوق الوصف. هذه هي البنات، وهذا هو كان الفيديو تاع اليوم. دوك تشوفوهم في الاخير كيف جاو وصفة ناجحة. يجيو كي البالون البنات يتنفخوا ما يجيوش اصلا، يجيو خفاف. كانوا عجبوها بزاف بزاف. ودرتهم شحال من مرة كي عجبوهم، ما بالولاد عجبوهم. كنت عمرهم قلت لكم الولاد عجبوهم بزاف بزاف. يا عرضتها لهم شحال من خطرة. وهنا كالعادة قعدتنا في الحوش كيما راكم تشوفوا. وشوفوا كيف جاو من الداخل ما شاء الله اخفاف معمرين بشيكولا كيما يحبوهم. وهذه هي لا فيديو مع